البوينت اوف سيل بتتقسم اتنين، هاي تيكت ودايركت تو بيرتشيز. هاي تيكت يعني ايه؟ برودكت غالي زي عربيه، فيلا، شقه، حاجه ان الواحد لازم يشوفها بنفسه ويجربها. والدايركت تو بيرتشيز في العادي بيبقى برودكتس اللي بتبقى اقل من $500، بس ده مش رول برضو يا جماعه. الهاي تيكت بيتقسم اتنين، ان انت عندك سيلز تيم بيتصل بالناس، او ان انت عندك معرض الناس بتروح فيه، حد هتقابله عشان يبيع لك. النوع التاني ما بيبقاش في حد موجود عشان يبيع لك، بدل ما يبقى السيلز مان او في حد بيبيع، ممكن تبيع بحاجه اسمها ويبينار. لو انت عندك سيلز تيم او عندك معرض او عندك حاجه، بيبقى في لاندنج بيج بتبقى اول صفحه، بيبقى فيها الهيدلاين بتاعك، البرودكت بتاعك، البنفيتس، البين بوينتس، البيتش بتاعك عامه. بعد كده اوبتن، يعني العميل اللي بيبقى على الويب سايت بتاعك او على الفانل بتاعك او على اللاندنج بيج بتاعتك بيحط الايميل بتاعه، نمره تليفونه، فبعد ما يعمل اوبتن بيحجز ميعاد، يا بيبقى زوم ميتنج يا بيحجز معاك ان هو يروح المعرض، ان حد يكلمه. هو ده الهدف من الفانل بتاعك، ان هو يحجز ميعاد مش ان هو يشتري. اول هدف ان انت تاخد الداتا بتاعته، تاخد نمره تليفونه والايميل بتاعه. انت خلاص صرفت فلوس ان هو يجي هنا، ليه يمشي وما يبقاش معاك نمره تليفونه والايميل بتاعه؟ يبقى انت كده فلوسك راحت على الارض. فهو هتتصل بيه وهتقفل البيعه، بدل ما هو يقعد يشوف اعلانات ويقعد يدوس تقعد تصرف عليه فلوس.